لو انت رايح اولى طب بشري فالفيديو ده ليك. السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن سنه اولى طب بشري، اللي هي السنه اللي الكل بيخاف منها، واللي عمالين يتكلموا متوترين وقلقانين منها، وان المنهج بالانجليزي والامتحانات تبقى شكلها ازاي والدكاتره عامله ايه وكلام من كل ده يعني. طبعا انت طلعت من مرحله وداخل على مرحله مختلفه تانية تماما. فكنت عايزه اقولك بس انك انت المرحله اللي انت داخل عليها دي ملهاش علاقه بالمرحله اللي انت خرجت منها تماما. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. اللي كنت بتذاكره هنا وطريقه المذاكره وكل حاجه بتختلف عن هنا تماما. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. في البدايه كده عايزه اقول لك حاجه، انك انت اول مره هتروح الكليه هتدخل هتحس ان الدنيا كبيره قوي، هتلاقي كتب كتير، هتلاقي دكاتره كتيره، هتلاقي في ناس من زمايلك بيجاوبوا من قبل ما الدكتور يشرح اصلا، وانت هتحس نفسك انك انت مش فاهم حاجه وانهم عباقره ما شاء الله. بس عايزه اقول لك ما تقلقش، كلنا حسينا كده، بس الفرق مين بيعرف يتعامل ومين بيستسلم. النصيحه الاولى اللي انا عايزه اقولها لك، او اللي انا مش هعتبرها انها نصيحه، هعتبرها ان هي اجابه لسؤالك، اكتر سؤال بيجيلي يعني: يا ترى اخد كورس قبل ما ادخل الجامعه ولا لا؟ والكورس اللي هو فيما معناه يعني مصطلحات طبيه. يا جماعه لا، لا والف لا. المصطلحات الطبيه اللي انت خايف منها دي مع الوقت اصلا بتبقى خلاص، يعني انت مش محتاج. هي بتبقى بس اول مره هتبقى صعبه معاك شويه، بس مش محتاج ان انا اخد فيها كورس. الدكتور بيبقى معاك تساله مره واثنين وثلاثه، الكلمه بتعدي عليك في سنه اولى 200 مره، ازاي مش هتقدر تحفظها؟ فمش مستاهله ان انا اروح اخد كورس بره وفر فلوسك. روح. عايزه اقول لك ان دي اطول اجازه انت ممكن تشوفها في حياتك، مش هتشوف اجازات تانية بجد والله. يعني انا دلوقتي في سنه ثالثه، انا في سنه ثالثه من السنه اللي فاتت، يعني انا في سنه ثالثه من شهر 9 اللي فات، من بدايه السنه. لسه مخلصش سنه ثالثه وهخلصها كمان ايام، وبعدين هاخد اجازه شهر واحد بس وهبدا سنه رابعه. فانت حاول تستغل الاجازه بتاعتك في حاجات مفيده، ممكن تطور نفسك في الانجليش. حاول انك انت تستمتع بالاجازه، ما تاخدهاش انك انت للمذاكره. انا عايزه الشغف اللي عندك، شويه الشغف اللي عندك دول يبقوا موجودين بمجرد ما تبدا الدراسه بس. لانك انت لو رحت وبدات المذاكره دلوقتي بكل بساطه اول ما تبدا الدراسه هتمل، ده طبيعي. انا مش عايزه كده. خلي شويه الحماس اللي عندك دول خليهم لما تبدا الدراسه. روح طور نفسك في الانجليش، لانك انت مش هتلاقي وقت بعد كده انك تطور نفسك في الانجليش. ودي حاجه ليك عشان ما تقوليش يعني كده معناها ان انا لو مش كويس في الانجليزي مش عارفه امشي في الكليه. لا، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بجد. بس علشان فيما بعدين يعني لو احتجت انك انت هتذاكر بره، بيبقى كل واحد ليه هدف يعني معين. فانت دي اول حاجه انا حبيت اتكلم عنها. ويا ريت ما حدش ياخد كورسات مصطلحات طبيه، يا ريت يعني لو سمحتوا. النصيحه الثانيه انك انت تنظم وقتك. يعني مش عايزاك انك تسيب المذاكره تتراكم عليك، حتى لو هتذاكر ساعتين بس في اليوم. اعمل جدول، بس جدول كده حيوي وواقعي جدا، مش جدول خيالي بقى اللي هو انا هذاكر 15 ساعه. والله المذاكره اللي انت بتحددها دي عمرك ما هتلتزم بيها. اهم حاجه الاستمراريه اهم من الكميه. افهم كده انك انت والله انت لو ذاكرت ساعتين ابرك من 10 بجد. عايزاك تمشي بالمنحنى اللي انا هقوله لك دلوقتي. عايزاك في الاول تذاكر بعدد ساعات قليله كده، تعلي تعلي تعلي. ليه هتعلي؟ لانك انت هتبدا تراجع، فهتلاقي نفسك بتاخد يعني مثلا دلوقتي انا بذاكر محاضره واحده، وبعدين اخر الاسبوع مثلا هيبقى عندي 7 8 محاضرات، فهضطر ان انا هراجعهم، فهتلاقي نفسك قاعد على المذاكره اكتر تلقائي. اول اسبوع هتلاقي نفسك قاعد بتعمل ايه؟ بتترجم بالكلمه وبالحرف. تاني اسبوع هتلاقي نفسك لا، بدات في كلمات عدت عليك، لا خلاص مش محتاجه ان انا اترجمها، في بس الكلمات الجديده هبدا اترجمها. هو اول ترم بس هيبقى صعب معاك شويه في الترجمه بس كده، والموضوع هيبقى بسيط. هتيجي في اخر الترم اللي هو الترم الاول هتلاقي نفسك وانت بتراجع الامتحان مش محتاج انك تترجم، فاهم المنهج، فاهم الكلمه دي ايه، حافظها خلاص، مش محتاجه. انت فاهم؟ النصيحه الثالثه عايزاك تفهم قبل ما تحفظ. في مواد زي الاناتومي والفسيولوجي الفهم لو انت فهمت الماده صح يوفر لك 70-80% من مجهودك الشخصي. افهم الماده، حاول تفهمها. لما تفهم الحاجه ليه بتحصل عمرك ما هتنساها. يعني مثلا الفسيولوجي ده افهم هو ليه بيحصل، اقعد اسال نفسك. طول ما انت بتسال، طول ما دماغك شغاله، طول ما انت خلاص مركز، انت خلاص فاهمني. حاول انك تفهم اكتر ما تحفظ. النصيحه الرابعه اشتري كتب. والكتب اللي اشتريها هي ايه؟ اشتري مراجع؟ لا خالص. كل اللي انا عايزاك في سنه اولى انك انت تهتم بالمحاضرات بس.
احنا عايزين نطلع من سنه اولى باقل الخسائر، بمعنى ان انا قاعد طول اليوم قاعد بترجم، تمام. لما انا هقعد اترجم كده، طب انا كده هروح امسك المرجع اترجمه كله؟ يا حبيبي لا، انت روح شوف الدكتور بيشرح ايه وخليك مركز قوي في المحاضره، واحضر المحاضرات بجد، خليك مركز قوي في المحاضرات. في دكاتره بتحضر لها، في دكاتره لا. لو انت مش شايف انك انت بتستفيد منه خلاص لا اوكي، انا اوت من المحاضره دي. لكن في دكتور انا بفهم منه وهو بيقول الكلام اللي هو بيقول دي مهمه دي مش مهمه، هو ما بيقولهاش بالفاضي كده، لا هو بيجيبها فعلا بعد كده في الامتحان. فانت تركز مع الدكتور، تركز في المحاضرات بتاعتك، محاضراتك انت بس، وخلاص على كده كده انت هتجيب تقدير كويس جدا في الترم ده. النصيحة الخامسة تقريبا او الرابعة مش عارفة، خلينا نقول انها الخامسة. النصيحة الخامسة انا عايزة اقولك، هتسألني طيب تحبي اخد كورس بقى، يعني اخد كورس اناتومي وانا شغال؟ يعني دلوقتي انا باخد مادة اناتومي، هل اخد كورس اناتومي بقى او هاخد كورس فسيولوجي او باثولوجي؟ لا، اكتفي بمحاضرات الجامعة واكتفي بشرح الجامعة بس. لانك انت لو رحت خدت كورس بره، الكورس ده بيشرح بتوسع شوية، بمعنى تلاقي مثلا حد على اليوتيوب بيشرح منهج، مش منهج غير المنهج، لا بيشرح حاجات زيادة، والزيادة دي انت هتاخدها بعدين. كل جامعة بتحدد المحتوى بتاعها وبعدين بتبدأ يعني تصنفه على حسب السنين. فانت في سنة اولى زي ما بقولك لازم نطلع بأقل الخسائر، فانت تهتم بمحاضراتك بس، تلتزم بالشتات بتاعة المحاضرة بس. دكتور قال هات كتاب كذا، تسمع كلام الدكتور، ما تعملش كذا خلاص امشي ورا كلام الدكتور بس. يعني هو مش هيضرك في الاول وفي الاخر. سنه اولى لو في الثالثه هقول لك ما تسمعش كلام الدكتور، بس بجد سنه اولى هو الدكاتره بتبقى مع سنه اولى قوي، فاهمني؟ فما تخافش قوي من الفكره دي. النصيحه السادسه واللي انا كنت عايزه اقولها فوق مع النصيحه الثانيه بس نسيت، انك انت لما تيجي برضه ذاكر بالصور. يعني الاناتومي مش هقعد مثلا اقرا الكلمه او اقرا مصطلح كده مثلا زي الاسكال مثلا، اوكي الاسكال لو عرفت الترجمه الحرفيه بتاعتها من جوجل اوكي. طب على فكره انت لو قعدت تترجم ترجمه حرفيه خصوصا في الاناتومي جوجل انت كده هتضيع. لا، نزل برنامج اسمه اطلس، هو ده بيوريك الصور بيوريك الصور بتاع الاناتومي، الاجزاء بتاعت الجسم، اسكال يعني ايه، مكانها فين. حاول انك تذاكر الاناتومي بالذات بالصور، وارسم بايدك حتى لو ما بتعرفش ترسم، حاجات خياليه كده وخلاص. واستخدم اطلس لان الصور بتاعته واضحه جدا. الحاجه السابعه، يا ترى ينفع اذاكر مع صحابي ولا لا؟ والله لو صحابك دول انت مختارهم بعنايه قوي وبتعرف تذاكر مع مجموعه يعني ويشرحوا لبعض والجو ده، والله بيبقى جميل، يبقى ما شاء الله يعني كده انت ربنا بيحبك قوي انك انت لقيت ناس شبهك وسالكين لبعض. اوكي ما عنديش اعتراض، لكن مش ان انا اقعد معاهم يلا نذاكر ويبقى ربع ساعه مذاكره، المفروض ان انا محدد ساعتين تبقى ربع ساعه مذاكره، والساعه وشويه الباقيين او الساعتين الا ربع ضحك وهزار لا، طالما هما بيضيعوا وقتي لا والف لا، اشوف مصلحتي فين واعملها. الحاجه النصيحه التامنه، عايزاك تسال دايما الدفعات الكبيره، حاول تصاحب ناس كبيره بجد والله بتفرق قوي في الكليه، بيساعدوك بيوفروا عليك مجهود شهور بجد. يقعد يقول لك الدكتور ده بيركز في كذا وبيعمل في كذا، عدي كذا وما تعملش كذا، والله بجد تحس كلامهم كنز كده، كنز انت لقيته فبيساعدك وبيوفر عليك وقت وبيوفر مجهود جامد قوي في المذاكره. فحاول تصاحب ناس كتير قوي اكبر منك، يا ريت يا ريت يا ريت، هيوفروا عليك وقت ومجهود كبير جدا ومش هيخليك تضيع وقت خالص. اسالهم في كل حاجه، اسالهم في كل حاجه تخص الجامعه. النصيحه التاسعه واللي هي انا عايزه اقول لك، واللي هي ان انا عايزه اقول لك تهتم بصحتك قوي بجد، يعني لازم تهتم بصحتك، تاكل كويس قوي، تنام كويس، حاول انك تنزل الجيم عشان تفرغ الطاقه السلبيه اللي هتحصل لك. يعني مش والله مش بقول لك كده عشان تخاف، بس لا لازم يبقى عندك رياضه، انزل جيم، ما بتحبش تروح الجيم اتمشى، لازم يكون في رياضه في اليوم لازم تعملها عشان حتى تقويك كده. دول بيكونوا اهم من اي مذاكره والله بجد. يعني طول ما جسمك وعقلك تعبانين، انت لو قعدت تذاكر 10 ساعات ولا ليهم اي فايده طول ما انت تعبان. فصحتك لازم تبقى مهتم بيها قوي عشان تقدر تكمل صحتك وعلاقتك بربنا وعلاقتك باهلك. 3 حاجات دول مهمين قوي قوي بجد. يعني النصيحه العشرة اللي انا عايزه اقولها لك واهم حاجه بجد، يعني انا بحسها، مش انت وصلت للي انت عايز ايه تاني؟ اللي انا عايزه اقوله لك يعني في النصيحه، يعني ما تقارنش نفسك بحد،
يعني مالكش دعوه ده بيذاكر بسرعه، بيذاكر ببطء، بيذاكر بتركيز، بيذاكر بالمقلوب، بيذاكر باي حاجه، ما يخصنيش. انا انا كذا، قدراتي على قدي، بذاكر. المهم اللي بيني وبينه هي الورقه، او المحطه اللي هتوقفنا انا وهو ورقه الامتحان. والله هو ذاكرها بقى، ذاكر المحاضره في 10 ساعات وانا ذاكرتها في ساعتين، والله ما يخصنيش. ما تقولش بقى يبقى هو مذاكرها بالكلمه وبالحرف وجايب من فوق ومن تحت، ماليش دعوه، ما يخصنيش. وبعدين كل واحد فينا بيبقى داخل الجامعه وعنده هدف برضه. في ناس بتبقى عايزه تجيب تقديرات عاليه عشان تتعين في الجامعه، وفي ناس بتبقى عايزه تجيب تقديرات عاليه لانها بتحب كده، ده بتحسسها انها مبسوطه. وفي ناس بتبقى عايزه تخصص معين، فهو عارف ان التقدير بتاعه بيبقى عايز كام بالظبط، فهو بيلعب على حسب ما التخصص يجيله. فكل واحد بيبقى داخل بهدف معين في الجامعه يعني. فانت ايه علاقتك باللي حواليك؟ انت مالكش دعوه باللي حواليك. مش انت كنت عايز المكانه دي انك تدخل طب، ليك دخلت، مالكش دعوه بقى باللي بيحصل حواليك، مالكش دعوه خالص. كل واحد ليه طريقته. ما تخليش المقارنه مع حد تكسرك لو سمحت. هتكسرك وهتفشلك وهتعمل لك كل حاجه مش كويسه بجد. النصيحه ال11 انك انت لازم تتقبل فكره انك انت مش هتفهم كل حاجه لاول مره. مفيش حد بيبقى كده يعني، مفيش انسان على وجه الارض بيفهم كل حاجه من اول مره عموما يعني. وبعدين في الاول وفي الاخر دي طبيعه الكليه، انك انت لازم تاخد وقتك وتراجع المعلومه اكتر من مره، كل مره هتثبت اكتر عن اللي قبلها. فانك انت لازم تتقبل الفكره دي. على شيء بقى اللي انا عايزه اختم بيها، انك انت استمتع بالرحله دي. صدقني اولى طب برغم صعوبتها بس هتفتكرها من اجمل سنينك، والذكريات اللي هتعملها، اصحابك اول مره، الناس اللي انت هتقابلهم، الاشخاص بقى انت هتقابل بقى من كل محافظات مصر ما شاء الله، كلنا بنتجمع، فهتقابل ثقافات مختلفه وناس مختلفه، الحلو والوحش طبعا. وهتتعامل وهتبني شخصيه مختلفه تماما من كميه المواقف اللي انت هتقابلها. فيعني هتبني ذكريات كويسه قوي، سواء كانت حلوه او لو انت حاسس انها وحشه، بس هتبني فيك حاجات كويسه. فانا بحس ان سنه اولى دي من احلى السنين اللي عدت في حياتي بجد. ورغم كده كمان انك انت اول مره تدخل الجامعه، واول مره تلمس جثه، اول مره في كل حاجه، اول مره تحفظ كلمات غريبه، اول مره تحفظ لغه جديده، اللغه اللاتينيه او اليونانيه اللي احنا بندرسها، يعني كلها لحظات بجد مش هتتكرر تاني. فاستمتع برحلتك. وفي الاخر واهم حاجه، ما تخليش التوتر يسيطر عليك، لانك انت داخل رحله طويله، كل يوم بتعديه بيقربك لحلمك. وكده وصلت لاخر الفيديو. لو انت وصلت لاخر الفيديو اعرف انك انت مهتم ومستعد. شارك الفيديو مع اي حد لسه داخل الاولى طب، وخلي الكل يبدا السنه بتاعته يعني بخطوات صح يعني. واتمنى اكون وصلت اللي انا عايزه اقوله بطريقه كويسه وسلسه يعني، تقدروا يعني تفهموني. مع السلامه.